بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش هعلق كتير على كلامك يا دكتور عاصم، لكن على نقطتين بس. أنت ذكرت هنا إن في محطة تحلية 160,000 متر مية في اليوم، مش كده؟ واتكلمت على حماية الشواطئ. أنا هنا بس عايز أقول للناس إن لما بنيجي نعمل كدولة بيبقى في تصور شامل للمسار اللي احنا شغالين عليه. يعني هو يمكن كتير يتصور ان الفكره، معلش يعني الدكتور عاصم قال كلام مهم قوي، الفرق بين التعمير والعمران، مش كده؟ لكن عايز اقول لكم اوعوا تفتكروا انها هي مدينه شكلها حلو يعني. لكن احنا ما هو كده يعني. اللي ممكن يتفرج علينا يا دكتور عاصم دلوقتي يتصور ان هي مدينه شكلها حلو، وده مش غلط بالمناسبه. لكن انا عايز افهم الناس اللي بيسمعونا ان احنا عملنا موضوعات على بعضها. الموضوعات دي تحقق كتير من المطالب اللي الدولة بتحتاجها، منها على سبيل المثال حماية الشواطئ. كان عندنا لحماية الشاطئ ده مسارين. مسار ان احنا نعمل حاجز مية، مش كده يا دكتور عاصم؟ ونعمله ويكلف ملايين برضه، وقد يكون يكلف اكتر من كده. او ان احنا نعمل حاجة تحقق ان انا احقق مجموعه من الاهداف باجراء واحد، مش كده؟ صحيح. هو ده اللي الدكتور عاصم بيقول لك ايه، عملنا شاطئ ارتفاعه متر، ثم عملنا طريق ارتفاعه متر تاني، ثم عشان في النهايه اذا كانت الشواطئ المصريه وخاصه الدلتا معرضه نتيجه انخفاض منسوبها عن المعدلات المحتمله اللي هتحصل خلال ال50 سنه الجايه. انا بقول كلام صحيح. طيب مش كده يا دكتور مصطفى؟ فاحنا متوقعين متر او مترين. طب احنا كان عندنا نقدر نعمل على امتداد مثلا 200 300 كيلو حواجز تكلفنا عشرات ويمكن مئات المليارات من الجنيهات او الدولارات عشان نحمي شواطئنا اللي هم رامينها الناس بتوعنا اللي موجودين في الدلتا وموجودين كده. ادي واحد. لا احنا عملنا فكرة تانية، احنا عملنا ده بس بطريقة تانية. ادي واحد. اتنين، الدكتور عاصم كان مهم انه يقول لينا برضو ان محطة التحلية اللي موجودة دي هي ضمن خطة الدولة لبناء محطات تحلية على المدن المطلة على البحر المتوسط والأحمر، بحيث ان احنا في النهاية نبقى المية بتاعت النيل تكون لداخل الجمهورية وتقابل النمو السكاني المحتمل خلال ال50 سنة الجايين. لان احنا بنقول ان احنا حاليا ما لدينا من مياه على عدد سكاننا اقل من 500 متر مكعب ميه في اليوم، اذا في السنه ولا ايه؟ فاذا انا محتاج ان انا اقابل النمو المحتمل في طلب على الميه بالنمو اللي هيحصل في السكان. فكانت المسار هنجيب ميه منين؟ هنجيب ميه للنمو السكاني منين؟